السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. فيديو جديد في قناة عالم ملك. نبدأ الفيديو بتاعنا ونقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. يا ترى الوصفة بتاعتنا هتكون ايه النهاردة؟ هنعمل مع بعض النهاردة بسكوت حادق بدقة الزعتر وبزيت الزيتون. عايزة اقول لكم البسكوت ده طعمه حلو قوي قوي قوي. طريقته سهلة وبسيطة جدا جدا. يلا بينا بقى ايه ندخل في الفيديو بتاعنا ونشوف مقاديرنا ونشوف طريقتنا. بس قبل ما ندخل في الفيديو بتاعنا لايك وشير وسبسكرايب لقناة عالم ملك. معايا هنا 3 كوبايات من الدقيق. هنستعمل كله كوباية واحدة. تمام. ومعايا هنا دقة زعتر، معايا بيكنج باودر، ومعايا زيت زيتون. واول حاجة هنحطها على ال3 كوبايات دقيق هي نص معلقة صغيرة من الملح. وادي دقة الزعتر، مش زعتر، دقة زعتر. زعتر هتجيبيها من كارفور، هتجيبيها من فتح الله، من عطار يكون كبير هتلاقي عنده، قولي له عايزة دقة زعتر اللي هي بالسمسم. تمام كده. هناخد هنا نص كوباية من دقة الزعتر اهو، ونبتدي ننزل بيها على ال3 كوبايات دقيق. اهو بصوا بيبقى شكله عامل ازاي الزعتر، دقة الزعتر. وهنحط معلقة صغيرة من البيكنج باودر. ونبتدي بقى نقلب كل المواد الجافة دي على بعضها بالشكل دوت اهو. وبعدين هننزل بنص كوباية الزيت الزيتون. يبقى احنا حطينا هنا 3 كوبايات من الدقيق، نص كوباية دقة زعتر، معلقة صغيرة بيكنج باودر، رشة ملح أو نص معلقة صغيرة من الملح، نص كوباية زيت زيتون بس. وهنبس بقى كل الدقيق دوت لحد لما يتشرب كله ويتغلف كله من الزيت اللي أنا حطاه على الدقيق أهو، كأنك بتبسي كحك بالظبط. ما تسرحوش وحطوا لايك، واللي ما اشتركش في القناة يا ريت يشترك في القناة. هنبتدي بقى ننزل على الدقيق بتاعنا ده بمية تكون دافية. ننزل واحدة واحدة كده بالمية، ونبتدي بقى ايه نلم العجينة بتاعتنا اهو، واحدة واحدة لحد لما تلم معانا. صلوا على رسول الله بقى عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بصوا العجينة ابتدت تلم معايا اهو. بس كده خلصنا العجينة بتاعتنا. طريقتها سهلة وبسيطة. بصوا الطبق نضف ازاي. أول ما تلاقي العجينة بتاعتك اتلمت والطبق بقى نضيف، تعرفي ان العجينة بتاعتك كده مظبوطة ومش محتاجة مية تاني. هنبتدي بقى ايه نقسم العجينة كده إيه على قطعتين، ونبتدي نفردها بقى على الرخامة ونشكل العجينة بتاعتنا اهو. هنسويها كويس جدا اهو. ونبتدي بقى نقطعها بالسكينة اهو، نسوي الحروف بتاعتها ونقطعها بالسكينة. الموضوع سهل وبسيط جدا جدا اهو. نبتدي نقطعها بقى واحدة واحدة كده. وطبعا هنا انا مسخنه الفرن بتاعي على درجه حراره 160. وهبتدي ادخل، اهم حاجه تسخني الفرن الاول قبل ما تدخلي البسكوت او القراقيش بتاعتك دي. تسخني الفرن كويس جدا وبعدين تبتدي ان انت تدخليها. هتحطيها على الشبكه اللي تحت، وبعد كده لما تستوي من تحت تبتدي تحطيها على الشبكه اللي فوق، لحد ما الوش بتاعها يحمر شويه بس ما يتحرقش، يحمر شويه. وهتاخد معاكي حوالي تلت ساعة في الفرن. تمام كده. بس الموضوع سهل وبسيط جدا جدا. واتمنى ان انتوا تجربوا الطريقة دي، هتعجبكم قوي قوي قوي. عايزة اقول لكم البسكوت ده طعمه حلو قوي قوي. يعني وانت بتاكليه كده يوديكي في حتة تانية. طعمه بصراحة مش قادرة اوصفه لكم عامل ازاي. وعايزة اقول لكم كمان دقة الزعتر دي هتلاقيها في السوبر ماركت الكبير، في فتح الله، في كارفور، عند العطارين الكبار. تمام كده. طيب هل ينفع اعمل العجينة بتاعتي ديت بالزيت العادي؟ لا، لازم تتعمل بزيت الزيتون. طب هل ينفع اعمل العجينة دي احط بدل
دقة الزعتر احط زعتر من العادي؟ لا برضو. يعني مفيش بدايل خالص في الوصفة دي، هي الوصفة دي بتتعمل كده. لازم تحطي زيت زيتون، لازم تحطي دقة زعتر. واظن ان طريقتها سهلة وبسيطة جدا جدا. جربوها هتعجبكم. وهتبقى حلوة قوي قوي. اهو بصوا خلصت اول صينية اهو. ولا دي تاني صينية؟ لا، دي اول صينية خلصتها. هدخلها بقى الفرن، وبعدين ارجع لكم تاني ونشوف البسكوت بتاعنا ده هيبقى عامل ازاي. اهم حاجة بقى حطوا لايك، واللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة. وزي ما انتم شايفين البسكوت بتاعنا طلعناه اهو من الفرن، بصوا عامل ازاي. ولا لزق في الصينية ولا حصل له اي حاجة، زي ما انتم شايفين الصينية ما لزقش فيها ولا بسكوتية من البسكوت. وادي البسكوت بتاعنا. هنشوف الكمية اللي احنا عملناها من 3 كوبايات دقيق دي هتكون قد ايه. يبقى احنا عملنا البسكوت بتاعنا ده ازاي؟ عملناه ب3 كوبايات من الدقيق، نص كوباية من دقة الزعتر، معلقة صغيرة من البيكنج باودر، رشة ملح او نص معلقة صغيرة من الملح، نص كوباية زيت زيتون. وهنحط المية بتاعتنا، هتكون المية دافية مش ساقعة ولا سخنة، المية تكون دافية. بس الموضوع سهل وبسيط جدا جدا. وادي الكمية اهو اللي احنا عملناها زي ما انتم شايفين. بصوا البسكوتيه من جوه عامله ازاي والسوا بتاعها عامل ازاي. حاجه كده فاخر من الاخر. عايزه اقول لكم طعمه حلو قوي قوي قوي. بصوا هو في الطعم كده قريب من الباتون ساليه شويه ونفس الحدق بتاعه، بس هو مش باتون ساليه. بصوا هو طعمه حلو، جربوه هيعجبكم باذن الله. طريقته سهله وبسيطه جدا جدا. وبكده بقى نكون خلصنا الفيديو بتاع النهاردة. يا رب الفيديو بتاع النهاردة يكون عجبكم ويكون خفيف على قلبكم. ما تنسوناش بقى بدعواتكم الحلوة، ما تنسوناش في اللايك والشير والسبسكرايب. ولو أول مرة تشوفيني ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس وتعمليه على الكل عشان خاطر يوصلك مننا كل جديد. أشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.